مس على كل اكشنج عظيم بيتفرج علينا. فيلمنا النهارده اسمه ذا بوك اوف إيلي 2010، وبيحكي عن رجل بيواجه اخطر العصابات علشان يحمي النسخه الاخيره من الكتاب المقدس ويوصله لبر الامان. بتبدا الحكايه بعد حرب نوويه عظيمه دمرت الارض وقضت على معظم البشر، وبقى الاكل والشرب شيء نادر والشخص بيلاقيه بصعوبه، وفي غابه ملوثه بالرماد القاتل والاشعه بيستنى إيلاي أي فريسة تعدي ويصطادها وتسد جوعه، وبعد فترة بيلاقي قط معدي فبيفرح جدا وبيصطاده بضربة سهم واحدة، وبياخد القط بيتجه للمناطق اللي فيها هواء نقي، وعلى الطريق بيشوف عربية فبيفكر إنه ياخدها يكمل بيها طريقه، ولكنه بيلاقيها متهالكة وبايظة وفيها جثة اتحولت مع الوقت لهيكل عظمي، فبيسيبها وبيكمل طريقه لحد ما بيوصل لبيت قديم بيفتحه بسهولة، وبيقرر إنه يقضي فيه الليلة، وبيدور على نقطة مية يشربها من العطش بس من غير أي فايدة، والصدمة لما بيلاقي جثة شخص منتحر، وبيكون ده شيء عادي بالنسبة له وشافه كتير في العالم المظلم ده، وبياخد جزمته يلبسها، وبالليل بيقعد يشوي القط على نار هادية وبيتمزج بطعمه وبيعمل من الدهن بتاعه زيت علشان يقدر يبيعه بعدين، وبعدها بيقعد مع نفسه يسمع موسيقى ويظبط أسلحته، وفي الآخر بيقرا شوية في الكتاب المقدس وبينام، وتاني يوم بيكمل طريقه بيلاقي قصاد واحدة واقعة على الأرض منهارة وبتبكي وتطلب منه بخوف ما يأذيهاش وهتديله في المقابل علبة أكل، ولكن إيلاي بيبقى عارف كويس اللي بيحصل وبيتكلم بصوت عالي إنه عارف إن ده فخ من قطاع الطرق، وفي اللحظة دي بيظهر عدد كبير من قطاع الطرق فعلا وماسكين شوم وسكاكين، والرئيس بتاعهم بيبقى عايز ياخد منه الشنطة اللي معاه بالعافية، فبيهددوا إيلاي لو قرب إيده ولمسه هيقطعها له، فبيضحك وبيفتكروا مجنون، وخصوصا إن عددهم أكبر منه بكتير، وفعلا بيقرب إيده منه، وفي لمح البصر إيلاي بيقطع إيده بالسيف اللي معاه، وبيخش في معركة قوية مع باقي أفراد العصابة، وبيتصدى ليهم بقوة ومهارة وسرعة، وبيقطع فيهم يمين وشمال ومحدش بيبقى قادر عليه، وفي خلال ثواني بيقضي عليهم كلهم بطرق بشعة، وبيقطعهم حتت وبيقرب بهدوء من الرئيس اللي واقع على الأرض بيتألم، وبيخلص عليه وبيدور معاهم على أي حاجة تنفعه وبيمشي، وبعد ساعات بيطلع فوق كوبري محطب وبيلاحظ زوجين ماشيين في حالهم، وفجأة بيظهر مجموعة من أفراد عصابة راكبين موتوسيكلات وبيقتلوا الزوج بدون تردد بالمسدسات، وبيغتصبوا الزوجة، وإيلاي بيبقى عايز يساعدها ولكن بيقول إن دي مش مشكلته ولازم يكمل مهمته وطريقه، وبعد شوية بيوصل لمدينة مليانة ناس كتير عايشين في حالة صعبة، فبيسيبهم وبيروح يدور على أقرب محل بيصلح أدوات كهربائية، فصحاب المحل أول لما بيشوفوه بيرفع عليه السلاح لأنه غريب وخايف منه، فبيفهموا إيلاي إنه غريب عن هنا ومحتاج منه شوية حاجات مش أكتر، وبسرعة بيخطف منه سلاحه، وبعدين بيدوله تاني علشان يثبت له إنه مجرد زبون عادي ونيته خير، فالراجل بيهدى وبيتعامل معاه طبيعي، وبيطلع له إيلاي بطارية محتاج منه يشحنها مش أكتر، فبيوافق على الطلب، وفي المقابل بيديله ولعه شوية مناديل مبللة وبيقول له يستنى شوية ساعات لحد ما تتشحن، وبعد شوية بيلاقي العصابة اللي اغتصبوا الست بيخشوا للحانة اللي قصاده بالظبط، ملك الحانة دي يبقى رئيس عصابة كبير اسمه كارني ومسيطر على المدينة كلها، وبيخش له المساعد بتاعه ريديرش بيبلغوا انه مجموعة من قطاع الطرق دخلوا الحانة وجابوا له شوية كتب، فبيمروا يدخل القائد بتاعهم، وفعلا بيجي القائد بتاعهم واللي اسمه مارتيز وبيدي لكارني كل الكتب اللي لقاها، ولكن كيراني بيتضايق لان الكتاب اللي بيدور عليه مش موجود وسطهم، فبيقول له يمشي ويكمل بحث عن الكتب بكل مكان، بيخش إيلاي للحانة وبيسأل النادي اللي على ميه يشتريها منه، وبيرد عليه في المقابل كوفية فلسطينية وجوانت تقيل، ولما بيشوف التكبير بيحاول يزقه ويبعده عنه، وساعتها بيوافق النادي اللي بينادي على السولارة وبيديها ازازة تملاها ميه لإيلاي، وفعلا بتروح وبتعبيها له، وفي الوقت ده بيجي مارتيز وبيضايق إيلاي علشان زق القطة بإيده وبيعمل معاه مشكلة، وبسرعة رهيبة إيلاي بيمسكه من راسه وبيخبطه في الترابيزة ولسانه بيتقطع وبينزل دم بكمية كبيرة، وبيمس في ودنه وبيقول له إنه هيخليه عبرة لكل واحد زيه بيقتل الناس الغلابة المسافرين، وبسبب الدم اللي فقده بيقع على الأرض فاقد للوعي، وساعتها بيقوم بقى أفراد عصابته وبيهجموا على إيلاي،
ودي كانت اكبر غلطة في حياتهم. وقبل المعركة بيقول آية من الكتاب المقدس، وبسرعة بيطلع سيفه وبيقطع فريق قبوهم واحد ورا التاني بمهارة وقوة مرعبة، وبيقعوا قصاده اموات في لحظات، وبرغم من عددهم الكبيرة بيقضي عليهم في ثواني معدودة. وهنا بتخش سولارا وتترعب من المنظر، وبتطلب منه يقف عن اللي بيعمله. من فوق كارني بيكون واقف بيتفرج على كل شيء، وبيعجبه قوة وشجاعة إيلاي، فبيخلوا رجالته ينزلوا أسلحتهم وبيجيله لمكتبه يتكلم معاه، وبيتعرف عليه وبيقول له ان عجبه جدا اللي عمله، وناس قليله عندهم مهارته وقوته بيطلب منه يبقى واحد من رجالته ويساعده في بناء المدينه بشكل افضل، والمقابل هيعيش زي الملوك، سرير مريح واكل محترم وميه نظيفه زي ما هو عايز، وحتى ستات تحت امره. فبيرفض إيلاي بكل احترام وبيقول له ان محتاج يروح مكان تاني في الغرب، فبيطلب منه كارني يبات النهارده عنده يجرب اسلوب الحياه بتاعهم، وتاني يوم ليهم كلام تاني. فبيوافق إيلاي وبياخدوا ريدريج على الغرفه اللي هيبات فيها، وبيعرفوا انه لو احتاج اي حاجه في واحد واقف بره هيجيب له اللي يحلم بيه. بيقرر إيلاي انه يقعد ويرتاح، ولكن بيحط سلاحه جنبه وبيستعد لاي غدر. وبعد دقايق بتخش عليه كلوديا زوجة كارني وجايبه له وجبه محترمه، وبيلاحظ إيلاي انها عاميه فبيعملها باحترام وبيشكرها على الوجبه. وبعد ما بيسيبه بتروح لكارني وبتقول له ان إيلاي شخص مختلف عن اي حد قابلوه قبل كده، ومستحيل يوافق انه يساعده، مفيش حاجه في ايديه يقدر يعملها. فبيعرفها انه يبعت بنتها سولارا تدلعه، وهي تقدر تقنعه بطريقتها انه يستنى. وطبعا كلوديا بتتصدم وبتخاف على بنتها وبتترجاه يبعد عن بنتها، ولكن ما بيسمعش كلامها. وبعد شويه بتوصل سولارا لغرفته، فبيخبي بسرعه الكتاب المقدس اللي كان بيقرا فيه، وبتعرفه سولارا بنفسها وبتقول له ان كارني بعتها علشان تدلعه. فبيرفض إيلاي انه يلمسها وبيحاول يطردها بره الغرفه، فبتخاف وبتقول له انها لو خرجت وما عملتش اللي طلبوا منها كارني هيأذيها ويأذي امها. وبتترجى تستنى معاه في الاوضه لحد الصبح وهتنام على الارض، وبتوعده انها مش هتعمل اي مشكله، وكل المطلوب منه يقول لكارني انه قضى وقت ممتع معاها وخلاص. وهنا إيلاي بيحس انها غلبانه فعلا وبتصعب عليه، وبيوافق على طلبها. وبيعدوا طول الليل يتكلموا مع بعض، وبيقول لها ان عدى عليه 30 سنه من ساعه الحرب النوويه، وزمان كان الناس عندهم حاجات اكتر من اللي عايزينها بكتير، وعايشين في الرفاهيه وفقدوا الاحساس بقيمه الاشياء، لدرجه انهم كانوا بيرموا حاجات الناس دلوقتي بيقتلوا بعض علشانها. واثناء كلامهم بتلاحظ سولارا الكتاب المقدس اللي كان مخبيه، فبياخدوا بسرعه منه صدى وبيشيلوا جوه الشنطه، وهي بتتحايل عليه تتفرج على الكتاب وتقرا فيه شويه، وبتستغرب هو ليه خايف جدا ومش عايز يوريه لها. فبيعرفها ان ده مش كتاب عادي ومستحيل يخليها تلمسه. ولما بيلاقيها متضايق بيطلب منها تقعد تاكل معاه، وبيعرفها عادات الناس قبل الحرب وكانوا بياكلوا ازاي، وبيمسك ايديها وبيدعوا ربنا سوا وبيشكروه على الاكل وكل شيء. تاني يوم بتروح سولارا تفطر مع امها، وبتقول لكارني انها عملت كل اللي امر بيه، وبعدها بتمسك ايد امها وبتدعي زي ما إيلاي علمها. واول لما كارني بيسمعها بيتصدم وبيسألها عرفت الدعوات دي منين، فبتقول له ان إيلاي اللي علمها تعمل كده. فبتتعصب جدا وبيسألها لو شافت مع إيلاي كتاب وكان بيقرا منه في الاول. سولارا ما بترضاش ترد عليه، ولكن اول لما بيمسك كلوديا بعنف وبيضربها بتخاف جدا، وبتقول له انها شافت معاه كتاب عليه علامه شبه الصليب مش اكتر. وهنا كانت الصدمه الكبيره، إيلاي كان معاه الكتاب المقدس اللي هو قاعد بيدور عليه بقاله سنين وسنين. فبيجري بسرعه على ريدريج ورجالته وبيروحوا لغرفه إيلاي، ولكن بيلاقوه مشي وهرب. وفي الوقت ده إيلاي بيكون في المحل بياخد البطاريه بتاعته، وفجاه بيظهر حواليه كارني ورجالته وبيرفعوا عليه السلاح، وبيقول له انه عايز منه الكتاب اللي معاه، وقدامه اختيارين يديهوله بسلام او هياخده منه وهو جثه. فبيستغرب إيلاي هو اللي عايز الكتاب بالشكل ده، فبيقول انه عارف قوته وقوه الكلام اللي جواه، وعلشان كده الحكومات حرقت كل النسخ بتاعه الكتاب المقدس بعد الحرب. والكتاب المقدس لما بيبقى معاه هيقدر يخلي الناس تفهم معنى الإيمان ويتجمع حواليه الناس ويبقوا تحت قيادته ويبقى أعداد أكبر، ولكن هيبقى جواهم إيمان عميق وهيقدر يخليهم يعملوا كل حاجة هو عايزها. والسر كله في كلام الكتاب المقدس، وعلشان كده هو عايزه بيفهموا إن المفروض ما يبقاش محتفظ بالكتاب لنفسه وينشره بين الناس. وساعتها إيلاي بيرد عليه وبيعرفوا انه فعلا عايز الكتاب ينتشر وده هدفه، لكن مهمته يوصله لناس فعلا محتاجينه وهينشروه بين كل البشر، مش مجرد شخص يستخدمه لمصلحته بس. وبيسيب كارني وبيمشي، وهنا كارني بيفقد اعصابه وبيأمر الدريج يضربه بالنار، فبيضربه فعلا مرتين، ولكن الرصاص بيجي في شنطتهم ما بيتأثرش. وساعتها كل رجاله كارني بيفتحوا النار عليه، وبسرعه إيلاي بيمسك مسدسه وبيضربهم بالنار، وكل رصاصه منه بتقتل
يقتل واحد، وبالرغم من عددهم الكبير هو بيبقى واقف ما بيتحركش، وهما بيجروا قصاده من الخوف. وفي خلال ثواني بيقضي على عدد كبير منهم، وفي رصاصة بتيجي في رجل كارني وبيقع على الارض بيصرخ، فالرجاله بياخدوا وبيستخبوا جوه، وإيلاي بيقرر يمشي ولكن ريديرج بيقف قصاده علشان يمنعه. بس لما بيبص ليه كويس بيتراجع وبينزل مسدسه، وبيتحرك إيلاي بعد ما انتصر عليهم، وسولارا بتتصدم من قوته وثقته في نفسه وازاي قدر يقف قصادهم وما يخافش. فبتاخد شنطتها وبتجري وراه وبتطلب منه تبقى معاه في رحلته، علشان يوافق بتقول له انها تاخده على المكان اللي بيجيبوا منه الميه. المكان ده بيبقى عباره عن بير جوه كهف بتطلع منه الميه نقيه من تحت الارض، وكارني محتفظ بيه لنفسه علشان يتحكم بالميه في كل شيء. وبعد ما بيخرج إيلاي من الكهف بيقول للسولارة انه نسي النضاره بتاعته جوه، وبيطلب منها تخش تجيبه. على طول بيقفل عليها الباب وبيعرفها ان الطريق خطر جدا عليها، وبيسيبها وبيمشي. بيحاول رجاله كارني يخرجوا الرصاصه من رجله وبيعالجوه، وبيمروا يجمعوا كل الرجاله اللي يقدروا عليها علشان هيطاردوا إيلاي. فريديرج بيبقى معترض انهم خسروا رجاله كتير وممكن يخسروا رجاله اكتر علشان مجرد كتاب، فبيتعصب كارني وبيعرفوا انه مش مجرد كتاب ولكنه سلاح يقدر بيه يسيطر على العقول والقلوب ويخليهم تحت سيطرته، وساعتها يسيطروا على مدن كتيره جدا. وده مش هيحصل غير لما يبقى معاه الكتاب، وفعلا بيتحرك مع رجالته في 4 عربيات مدرعه وبيتجه ناحيه الغرب. بتقدر سولارا انها تخرج من الكهف وبتمشي ورا إيلاي، وساعتها بتلاقي ست غلبانه قاعده على الارض من التعب وبتنادي على اي حد. والسولارة ما كانتش تعرف ان ده فخ، فبتجري علشان تساعدها، ولكن الست اول لما بتشوفها بتخاف عليها وبتطلب منها تمشي بسرعه قبل ما تتاذي، ولكن ما بتلحقش تهرب. وبيظهر وراها 2 من قطاع الطرق وبيمسكوها بكل عنف وبيضربوها وهي بتصرخ وبيستعدوا علشان يغتصبوها، وهي بتحاول تدافع عن نفسها بس مش قادره. وفي اللحظه دي بيظهر إيلاي وبيقتل قطاع الطرق بكل سهوله بالاسهم، وبياخد سولارا وهي خايفه وبيطمنها انها دلوقتي في امان، وبيقرر انها تكمل معاه رحلته ويحميها. واثناء ما هم ماشيين بيصطادوا غراب يتعشوا بيه، بيوصل كارني ورجالته لمكان جثث قطاع الطرق، وبيعرف انهم في الطريق الصحيح. ومن الشال بتاع سولارا بيعرفوا انها معاه، وبيقرروا يرتاحوا النهارده علشان الليل داخل عليهم وبكره يكملوا المطارده. بيستخبى إيلاي مع سولارا في كهف، وبتستغرب انه بيقرا من الكتاب المقدس كل يوم وتطلب منه يقرا لها منه شويه، فبينفذ طلبها وبعدها بيشرح لها اهميه الكتاب وخصوصا انه الوحيد المتبقي في العالم. فبتستغرب هو ازاي لقام من البدايه، فبيحكي لها ان بعد الحرب النوويه حصل ثقب في الاوزون واشعه الشمس حرقت كل شيء، والناس المحظوظة نزلوا في كهوف تحت الأرض وهو كان واحد من المحظوظين. وبعد سنة خرج من الكهف بيحاول النجاة، وفي يوم سمع صوت صعب يوصفه دله على مكان الكتاب ولقاه فعلا، وبعدها الصوت قال له ياخد الكتاب ويتجه للغرب لمكان الكتاب هيكون فيه بأمان، وعرفه انه هيكون في أمان ومحمي لحد ما يكمل مهمته ومفيش حد هيقدر يقف في طريقه. فبتستغرب سولارا وبتفتكره مجنون، واثناء ما هما نايمين بتفوق سولارا وبتحاول تاخد الكتاب علشان تشوفه، ولكن إيلاي بيفوق وبيمنعها تلمسه وبيحط جنبه السلاح علشان ما تفكرش تقرب تاني. تاني يوم بيفوق إيلاي فجأة وبيمشي بسرعة وبيكمل طريقه. بعد دقايق بيوصل كارني للمكان اللي كانوا قاعدين فيه وبيكمل مطاردة ليهم، وبعد ساعات بيلاقي إيلاي بيت من بعيد فبيقرر يشوف فيه حد ولا لأ، وبعدها يفتشوا عن أي حاجة يحتاجوها. ولما بيقربوا من البيت بيخبطوا علشان حد يفتح لهم، ولكن فجأة بيتفتح باب تحتهم وبينزلوا تحت الأرض، وبعدها بيفتح الزوجين جورج ومارسا وهم مسلحين وبيسألوهم اللي جابهم هنا، فبيقنعهم إيلاي إنهم مسافرين مش أكتر ومش قصدهم يأذوهم. ولما بيشوفوا سولارا بتصعب عليهم وبياخدوهم للبيت وبتعمل لهم مارسا شوية شاي، وساعتها بيلاحظ إيلاي إن ايديهم بتترعش ودي علامة إنهم بياكلوا لحوم البشر، وبياخدهم جورج وبيوريهم المقابر اللي ورا البيت اللي الناس حاولوا يقتحموا البيت، بس إيلاي بيتأكد إنهم قتلوا الناس دول وأكلوهم فعلا. وبيصطادوا المسافرين ولازم يمشوا دلوقتي ويهربوا، وبيحاولوا يمشوا من البيت، ولكن مارسا بتجيب لهم لحم بشري وبتحاول تقنعهم ياكلوا، فبيرفض إيلاي وبيمشي بسرعة من البيت. وأول لما بيخرجوا من الباب بيلاقوا عربيات كارني وصلت لمكانهم، فبيرجعوا تاني للبيت وبيستخبوا والكل بيجهزوا أسلحتهم للدفاع.
وبيطلع جورج أسلحة رشاشة ومتفجرات وبيوزعها عليهم. بيوصل كارني للبيت وبينادي عليهم في الميكروفون يخرجوا من غير مشاكل ويسلمهم الكتاب وسولارا وهيمشي بهدوء. بس إيلاي عارف كويس ان دي خدعة ومش هيسيبه غير ميت بعد اللي عمله فيه، فبيفكر شوية وبيرميله صندوق على اساس انه الكتاب. فبيجري عليه رودريك علشان يجيبه وبيكتشف انه قنبلة شديدة الانفجار، فبيسيبها وبيطلعوا يجروا بسرعة وبتنفجر القنبلة في عربية وبتقتل كام واحد كانوا فيها. وبتبدأ المعركة بين رجالة مارني وإيلاي واللي معاه جوه البيت ويضرب النار بكل مكان. وساعتها الريدرج بيمسك صاروخ وبيضربه على البيت وبيحصل انفجار شديد بيطربق البيت فوق دماغهم وبتموت نارسا، فبيفقد جورج أعصابه وبيخرج يواجههم وبيقتل كام واحد منهم. وهنا بيقرر كارني يستخدم السلاح التقيل اللي في العربية المدرعة وبيخلص على جورج وبيستمر بضرب النار بكل مكان بوحشية. وإيلاي والسولارا بيستخبوا وهم مرعوبين، وبعدها كارني بيوم رجالته يخشوا ويشوفوا اللي حصل. واول لما بيلاقوا إيلاي بيحاصروه من كل اتجاه وبياخدوه بره مع سولارا علشان كارني يتعامل معاهم. ومن غير ما يضيع وقت بيسأل إيلاي على مكان الكتاب وبيهدده انه يخلص على سورالا لو ما اعترفش بمكانه. وفي اللحظة دي إيلاي بيتأكد انه فعلا ممكن يخلص عليها، فبيقول ان الكتاب مخبيه ورا جهاز التلفزيون. فبيروح ريدرج وبيدور عليه لحد ما بيلاقيه وبيجيبه وبيسلمه لكارني. ولما بيتأكد انه فعلا الكتاب اللي عايزه بيمسك سلاحه بكل غضب وبيضرب إيلاي رصاصة في بطنه وبيقع على الأرض وسط صراخات سولارا وبكائها. وبسرعة إيلاي بيستجمع قوته بيوم وهو ماسك سكينة صغيرة علشان يدافع عن نفسه، لكنه بينهار بعد لحظات وبيقعد على الأرض وهو تعبان ومرهق. وبعد ما كارني بيحقق اللي عايزه بياخد رجالته سولارا وبيمشي وهو حاضن الكتاب مش راضي يسيبه. سولارا بتبقى في آخر عربية مع ريدرج والسواق وما بتبقاش ناوية تستسلم بسهولة وعلى طول بتمسك حبل وبتخنق السواق، فبيفقد السيطرة على العربية وبتتقلب بيهم. وبتخرج سولارا وبتاخد قنبلة من العربية وبترميها على باقي عربيات كارني فبتنفجر العربية اللي وراه. وبسرعة بتركب في العربية اللي اتقلبت علشان تهرب، ولكن بتلاقي ريدرج السيف اللي كان معاه دخل جوه بطنه وخلاص بيموت، فبيسيبه لحد ما بيطلع السيف من جواه وبينزل من العربية وبيموت في مكانه. وبيقرر كارني انه يهرب ويرجع للمدينة مع السواق بعد ما فقد كل رجالته. وبترجع سولارا على البيت تدور على إيلاي، ولكنها بتكتشف انه اختفى ومش موجود، فبتطلع تجري على الطريق للبحث عنه وبتلاقيه ماشي مرهق وتعبان جدا، فبتحضنه بخوف وبتقنعه يركب معاها ويكملوا طريقهم سوا للغرب علشان يكمل هدفه. وبعد ساعات بيوصلوا للمحيط ونهاية الطريق، وإيلاي ما بيبقاش عارف يمشي ازاي ولا يروح فين. ومن بعيد بيشوف جزيرة صغيرة وبيعرف ان ده المكان اللي لازم يروحوا، وبياخدوا سوا مركب صغيرة وبيجدفوا لفترة لحد ما بيقدروا يوصلوا لها. وبيبقى باين على إيلاي علامات التعب والإرهاق الشديد، وبيلاقوا في واحد واقف بسلاح بيحمل مكانه بيسألهم هم جايين هنا ليه، فبيقول له إيلاي ان معاه الكتاب المقدس، فبيسمحوا له بالدخول للمكان وبيستقبلهم مدير المكان وبيعرفوا انهم بيجمعوا هنا كل التراث البشري من كتب قيمة ولوحات وكل انواع الفنون، وعندهم كمان مكنة طباعة، وبيفهموا ان المكان ده هيبقى المنارة للبشرية في إعادة البناء من جديد. بيرجع كارني على مدينته وبيجيب صاحب محل الصيانة يفتح له القفل اللي موجود على الكتاب، وفعلا بيقدر يفتحوا له. والصدمة الكبيرة ان الكتاب مكتوب بطريقة برايل للمكفوفين، ولازم حد متعلمها علشان يعرف يقرا الكتاب المقدس. وبيتعصب كارني جدا. إيلاي كان عامل حسابه انه ممكن يفقد الكتاب علشان كده حفظه بالكامل، وبيقعد مع المدير وبيمليه الكتاب المقدس حرف حرف وكلمة كلمة، وهو بيكتب وراه كل شيء. واخر امل لكارني بينادي على كلوديا تقرا له الكتاب، فبتمد ايديها وبتعرف تقراه فعلا، وبتبتسم ولكن بتكذب عليه وبتقول له انها مش عارفه تقرا حاجه، وبتقول له انه خلاص مش هيقدر يقود حد بعد ما رجالته ماتوا ما بقاش عارف يتحرك بسبب رجله المصابه. ودلوقتي في ناس بيكسروا في الحانه بتاعته ومحدش هنا علشان يوقفهم، وبيسيبوا وبتمشي. بيخرج كارني يتفرج على المكان بتاعه وهو بيتدمر، والكل بيسرقوا منه اللي عايزينه، والحارس الوحيد اللي معاه بياخد سلاحه وبينتحر. فبيقع كارني على الارض فاقد للامل في كل شيء، واتاكد ان نهايته
نهايته قربت. وبعد وقت طويل بيكمل إيلاي الكتاب المقدس بالكامل لحد آخر كلمة فيه وبيموت. بعد ما تم مهمته المدير بيطبع الكتاب المقدس وبيعمل منه كذا نسخة وبيحط في المكتبة مع باقي الكتب السماوية. وبعد موت إيلاي بيقرر سو لارا انها تكمل رحلتها وتروح تطمن على امها. وبكده بيكون فيلمنا خلص. استنونا في فيلم جديد واكشن جديد.